السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقى صنف كده حلويات لذيذ 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 حلو جدا جدا. هتعجبكم قوي من حلاوة طعمها وسهولتها، وبجد طعمها جميل. هعملها النهارده. الحلوة بتاعتنا النهارده اسمها بسبوسة البطاطا او بطاطة البسبوسة، سموها بقى زي ما تحبوا. هي ملهاش اسم الصراحة، هي كده ايه، حاجة تأليفة كده، بس طلع طعمها رهيب. هنعملها مع بعض بمكونات سهلة جدا وبسيطة ومفيدة جدا ومغذية. بس تابعوني حد اخر الفيديو وما تنسوش، اللي مشتركش في القناة ياريت يشترك، واللي الفيديو عجبه وان شاء الله الفيديو هيعجبكم متنسوش تحطوا لي اللايك. يلا بينا نقول بسم الله ونخش على المكونات بتاعتنا. معانا حوالي كيلو الا ربع بطاطا متقشرة ومغسولة ومتقطعة زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة. هحطها في حلة واحط عليها كوباية من المية واحطها على البوتاجاز على درجة حرارة واطية خالص عشان تستوي، عشان البطاطا بتتحرق لو سبناها بسرعة تتحرق بسرعة. فهنسويها زي او سووها على البخار زي ما تحبوا، اهم حاجة نسويها كويس جدا. هي بتقعد بالظبط مثلا ربع ساعة ولا حاجة وبتستوي على طول. بعد ما تستوي نهرسها بالهاند بلندر كويس جدا، واحط عليها كوباية الا ربع من اللبن، نص كوباية من الزيت، 2 مكعب من الزبدة. لو مفيش زبدة ممكن نستخدم سمنة. وهنضرب كل الكلام الحلو دوت بالهاند بلندر او في الخلاط، اهم حاجة ننعمها كويس جدا. تمام. بعد ما هضربها كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين ولقيتها ناعمه، القوام بقى متجانس كده، هحط معايا كوبايه ونص من دقيق السميد، وعليهم معلقتين جوز هند، وعليهم نص معلقه بيكنج باودر، وهحط معاهم رشه ملح، ومعلقتين كبار من السكر، او 3 معالق ماشي. وكيس فانيليا يا جماعه نحطه برضو على الخليط دوت، بيديها له ريحه حلوه قوي. وهنخلط المكونات دي كده كلها على بعض، بس اهم حاجه نخلط البطاطا مع اللبن والزيت والزبده كويس لحد ما يبقى الخليط ناعم جدا. ممكن نحط زبادي بدل اللبن، او ممكن تحطوها بالميه مش هتفرق، بس يعني انا عملتها بالمقادير، انا عملتها قدامكم دي كده. وحطيت كيس الفانيليا زي ما قلت لكم، بيديها ريحه حلوه قوي. بعد ما خلطت الخليط كويس جدا، انا مش هقعد اقلب فيه كتير عشان دي السميد بيشرب السوائل بسرعه جدا. هنزله في صينيه مقاس 30 او 32، وتكون مدهونه بالزبده برضو كويس. هو نخبطها كده خبطتين 3 عشان نطلع اي هوا جواها، وادخلها في الفرن. هي ما بتقعدش اكتر من تلت ساعه في الفرن. الشربات دوت عباره عن كوبايه ونص من الميه وكوبايه ونص من السكر، او كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، على حسب بقى الصينيه، تقريبا كوبايتين ميه وكوبايتين سكر. تمام. اول ما تطلع وهي لسه سخنه والشربات بيكون خفيف مش بيكون تقيل، هحطه عليها على طول. وهتلاقوها معانا بتشرب الشربات كويس جدا على طول. وحط بقى على وشها شويه جوز هند، مكسرات، اي حاجه عندكم حطوها على وشها، وعايزين تسيبوها زي ما هي كده مفيش اي مشكله. بجد طعمها رهيب. هتاخدوا معلقه في التانية في التالتة هتلاقوا نفسكم خلصتوا الصينيه في ثواني من حلاوه طعمها. وخفيفه في الاكل، خفيفه جدا. ومفيدة طبعا. البطاطا دلوقتي موجودة كتير قوي في السوق، وده الموسم بتاعها، فنحاول نستغلها في وصفات كتير لذيذة وحلوة. وعمل لكم منها برضو وصفات تاني ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل كل فيديوهاتي. وما تنسوش تحطوا لي اللايك، واقترحوا لي اسم بقى للحلوة دي، حطوا لي في الكومنتات. اللي شايف ان اسم حلو ليها يحطوا لي في الكومنت. بسبوسة البطاطا ولا بطاطا البسبوسة؟ قولي اي اسم احلى نحط مع بعض. مع السلامة.